مساء واهلا بكم في قناتكم المفضله قناه مساء كوره. اهم حاجه لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس واللايك والكومنت الايجابي يساعدنا لتقديم الافضل. مساء. اول حاجه عندنا عاده دوري ابطال اوروبا بمواجهات كويسه وجميله، مواجهات جامده جامده جدا. اول مواجهه ابتدت عن طريق ريال مدريد امام لابزيج، و 1-0 ريال مدريد عن طريق ابراهيم دياز. الريال لعب في حراسة المرمى لونين، وعلى اليمين باسكس وكارفاغال وتشاوميني ومندي، وفي نص الملعب كامافينجا وتوني كروس وفالفيردي وابراهيم دياز ورودريجو وفينيسيوس. وهدف عالمي عن طريق ابراهيم دياز بمراوغة 5 6 لعيبة، مراوغة رائعة جدا جدا، ثم التسجيل برجله الشمال. اما في المباراة التانية فكان عندنا مانشستر سيتي امام كوبنهاجن، وفاز مانشستر سيتي 3-1. والمباراة الثالثة كانت ما بين باريس سان جيرمان وريال سوسيداد، وفوز باريس سان جيرمان بهدفين مقابل لا شيء. اما المباراة الرابعة فخسارة بايرن ميونخ عن طريق لاتسيو بهدف مقابل لا شيء عن طريق لاتسيو. اما عندنا بقى بعد انتهاء افريقيا اسيا هنتحدث كتير ونتكلم كتير وهنقطع عن دور ال16 في دوري ابطال اوروبا. اتوقع اول ماتش ما بين ريال مدريد ولابزيج ريال مدريد هيصعد، مفيش كلام. بعد فوزه طبعا الماتش الاول في ارض لابزيج في المانيا، هيروح هناك طبعا في البرنابيو هيكسب اقل حاجه 2-3 وهيصعد. اما ماتش السيتي وكوبنهاجن فالسيتي اكيد كده صعد بعد الفوز على ارضه ب3 اهداف مقابل لا شيء، 3 اهداف مقابل هدف. كده السيتي هيصعد. اما في مباراه باريس سان جيرمان وريال سوسيداد فالباريس يعني الحظ حلو قوي، بعد مجموعه صعد من مجموعه الموت بفوزين وتعادلين وهزيمتين، وبالتالي هيصعد. اما لاتسيو بايرن ميونخ فاحتمال كبير الباير يعدي، بس الباير خسران في ايطاليا 1-0. عندنا ايضا ماتش اسمه الضعيف هيواجه الضعيف، او الميت هيواجه الميت، ده معنى الصح يعني. الضعيف هيواجه الضعيف اللي هو برشلونة هيواجه نابولي. اللي عندك برشلونة في المركز الثالث في الدوري الاسباني، نابولي في المركز التاسع في الدوري الايطالي. بعد ما ده نابولي خد الدوري الايطالي وبطل، وبرشلونة خد الدوري الاسباني وكان بطل، قلنا هتبقى فرقتين هيعملوا حاجة في دوري الابطال وهيبقوا من احسن الفرق. اتضح ان الفرقتين في اسوأ مواسمهم وشكلهم طالعين بموسم صفر. وانا بتوقع ان ممكن نابولي تعدي. نابولي هتعدي من برشلونة. نابولي هتعدي من برشلونة. اما عندنا مباراة انتر واتلتيكو اسمها مباراة المعجنة. انتر متصدر الدوري الايطالي وكاسح كل الفرق واقوى خط دفاع في الدوريات الخمسة الكبرى. اما عندنا اتلتيكو مدريد فقاهر ريال مدريد فقط. هو كسب، يعني ريال مدريد ما خسرش ولا من حد خالص طول الموسم الا مباراتين من اتلتيكو مدريد، واحده في الدوري وخرجوا من كاس الملك. وانا بقى اقطعها الى الانتر ميلان هيعدي. انتر ميلان هيعدي. عندنا ارسنال وبورتو. بورتو هي عنده مواجهه، يعني صراحه بورتو اتقل من ارسنال، لكن ارسنال مع ارتيتا احسن مواسمه طبعا بعد الموسم اللي فات، يعني كانوا مواسم ممتعه. فبتوقع الارسنال يعدي على طريق بورتو، وهيعدي فوقيها صراحه. هو هيعدي وهيكتسح بورتو. بورتو يعني هيكتسحها اكتساح جامد كمان قوي، يعني ما ننساش يعني. وبورتو من الفرق الكويسه، لكن ارسنال هيعمل ماتش تاريخي. وعندنا ناقص مواجهه بروسيا دورتموند، وماتش ممتع. بروسيا دورتموند امام، وهتعدي بروسيا دورتموند طبعا. بروسيا دورتموند هتعدي ايا كان الفريق اللي هتلعبه، هي هتعدي صراحه. بروسيا دورتموند بعد موسم جامد هي هتعدي. عندنا ايضا بقى ماتش الدوري المصري. عندنا الدوري المصري ابتدى مواجهات ممتعة. انبي فاز على المقاولين العرب 1-0. وعندنا ايضا الاتحاد السكندري تعادل مع طلائع الجيش 2-2. وبيراميدز تعادل مع زد 0-0. وعندنا النهارده سيراميكا والاسماعيلي وبلدية المحلة وفيوتشر.
وكان عندنا أول امبارح مباراة ما بين أخير الدوري المصري وأول الدوري المصري، وهي كانت ما بين إنبي والمقاولين العرب، ولكن فوز إنبي ب1-0. نتمنى الأفضل للجميع في الدوري المصري بعدما الزمالك عمل 11 صفقة قوية، ونتمنى طبعا للزمالك التوفيق. الزمالك عمل 11 صفقة: عبد الله السعيد وزياد كمال وناصر ماهر واحمد حمدي ومهاب ياسر ومحمد عاطف ومتيبة وياسر حمد ومين تاني. بس كده، هم دول الصفقات نادي الزمالك. نتمنى الافضل لنادي الزمالك، ونتمنى التوفيق لنادي الزمالك، ونتمنى الابداع والتشويق لنادي الزمالك، ونتمنى الاثاره والمتعه والتشويق، ونتمنى الافضل للفرق جميعها في الدوري المصري، ولكن نتمنى لنادي الزمالك. وعندنا كمان في الدوري الاسباني الريال متصدر، والدوري الانجليزي الليفر متصدر، والدوري الايطالي انتر، والدوري الفرنسي باريس، ومفاجأة الموسم باير ليفانكوزا متصدر الدوري الألماني. وشكل نحس هاري كين حل على بايرن ميونخ، أو نحس توتنهام وهو ماشي مع هاري كين. بس هاري كين مساهم ب28 جون مع بايرن ميونخ، تخيل الرقم. بس مفيش بطولات، خرج أول بطولة خرج منها، تاني بطولة الدوري وشكله مش عارف، والمفاجأة في دوري الأبطال وخسران من لاتسيو. فأنت لا نحسك ماشي معاهم، لا إما هما توتنهام اللي نحسها جاي وراك. فأنت مش محظوظ يا هاري كين، وشكل أنت اسمك نحس البطولات، هاري كين نحس البطولات. ولكن للإمتاع والتشويق هننتظر مباراة انتر ميلان وأتلتيكو الأسبوع القادم، مباراة للمتعة. وشكرا على حسن استماعكم، وإلى اللقاء في حلقات أخرى. ونتمنى نكون نلنا حسن إعجابكم، ونتمنى أن تشترك في القناة، وأن تفعل الجرس، وأن تكون من المهتمين، وأن تعمل لايك وشير. وعايز كده الناس كلها تتفرج علينا، وعايزين نظهر في الساحة، وعايزين نكون من أشرس الناس على الساحة بإذن الله. هي بتيجي واحدة واحدة، ولكن ننتظر الأفضل. وإلى اللقاء.